lesson 2 بعنوان acid and alkali. ايه ده؟ يا مستر التحول ده؟ هقول لك ما تتخضش، تاخد مع هيلكس. الموضوع بالنسبه لنا بسيط وسهل جدا. طيب بص بقى يا معلم، الدرس ده عامل عقده لناس كبيره قوي، ناس كتيره قوي 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 الموضوع عامل لهم عقده. عاوزك ما تقلقش خالص خالص خالص، الدنيا معانا بسيطه. طيب انا بقول لك لو انا هفرق ما بين الاسيد وما بين الالكلاي، خلي بالك ده كومبير بشكل مبدئي. طيب قال لك ان الاسيد لما هعمل له ديسولف ان ووتر، يعني ايه ديسولف ان ووتر يا مستر؟ هدوبه في الميه. جيف هيديني ايه؟ قال لك هيديني بوزيتيف اتش. بوزيتيف اتش. طيب البوزيتيف اتش دي هي اللي مسؤوله responsible for acidity. responsible for acidity. يبقى انا عندي الاسيد ديسولف ان ووتر بيديني مين؟ اتش بوزيتيف. طب الاتش بوزيتيف دي هي اللي مسؤوله عن مين؟ عن الاسيديتي. طيب ناخدها قاعده عامه. قاعده عامه، لو انا عندي كومباوند بيبدا ب اتش، اتش بقى سي ال، اتش بي ار، اتش اي حاجه، يبقى ده مين؟ يبقى ده اسيد ما عدا الاتش 2 او. وهنقول قدام ليه شويه. طيب في مشكله كده، يبقى انا عندي الاسيد لما هعمل له ديسولف ان ووتر هيديني مين؟ هيديني اتش بوزيتيف. طيب الالكلاي هبدا والله اعمل له ديسولف ان ووتر. طيب ولما هعمل له ديسولف ان ووتر هيديني مين؟ ايوه او اتش نيجاتيف. حلوه قوي قوي قوي. طيب الاو اتش نيجاتيف دي هي ريسبونسبل فور الكالاينتي، هي اللي مسؤوله عن ان هي تخليه مين؟ الكالاي. تمام كده؟ قال لك ان هو بيبقى اخره او اتش، زي الان اي او اتش، الكي او اتش، السي يو او اتش باي 2 وما الى اخره. يبقى انا لو انا بصيت كده عندي الاليمنت، بصيت لقيت اوله اتش معانا الاتش 2 يبقى ده اسيد، لقيت اخره او اتش يبقى ده مين؟ يبقى ده الكالاي. تمام كده؟ طيب نرجع تاني. طيب تعالى كده، لو انا عندي اي كومباوند في البدايه، انا عندي الايونز هقسمها عندي تقسيمتين، بوزيتيف ونيجاتيف. طيب البوزيتيف ايون ده اسمه كاتايون، اسمه ايه؟ كاتايون. والنيجاتيف اسمه انايون. في مشكله كده؟ يبقى الايونز عندي كام نوع؟ نوعين، يا اما بوزيتيف ايون يا اما نيجاتيف ايون. طيب البوزيتيف ايون ده اسمه ايه؟ كاتايون. والنيجاتيف ايون ده اسمه ايه؟ انايون. طيب البوزيتيف ايون ده قلنا ان هو لوز الكترونز، لكن هنا جين الكترونز. حلو قوي قوي قوي. فانا لو جيت بصيت لاي كومباوند عندي، بصيت مثلا على ان ايه سي ال، يبقى ده بالنسبه لي كاتاين وده بالنسبه لي اناين. قلت بالنسبه لي انا عندي مثلا اي جي سي ال، ادي اناين وكاتاين وهكذا. في مشكله كده؟ طيب انا عندي هنا بقول ان الكاتاين ده بيجي من الميتال والاناين بيجي منين؟ من النون ميتال. شايف الجدول ده؟ ما حفظتش الجدول ده؟ بقيت الدرس عندك وقع. فانا بقول لك ان انا عندي هنا، خلي بالك الاهم من ان انت تحفظ اسمه، ان انت تبقى عارف التشارج بتاعته كام. يعني مثلا انا عندي هنا ال اي اللي هو الليثيوم، بقول لك ان هو بوزيتيف 1. معنى ايه بوزيتيف 1؟ لا تعالى كده يا معلم، ال اي 3 2 1، يبقى هنا في هيلوز 1، فده الاشاره بتاعته مين؟ بوزيتيف 1. طب ال ان ايه؟ ده 11 2 8 1، فهنا مين؟ لوز 1، فيبقى عنده بوزيتيف تشارج واحده. الكي 19 2881 وما الى اخره، فده عنده بوزيتيف تشارج واحده، وهكذا ده عنده بوزيتيف تشارج واحده. يبقى إيه ليه بوزيتيف تشارج واحده؟ بيكوز ات لوز 1 الكترون. طب الكالسيوم اللي هو 20 2882، فهنا اخره 2، فهنا يبقى بوزيتيف 2. مغنيسيوم 282 اخره 2. الزنك برضو والباريوم وهكذا. انا عندي واحد بس هنا اللي في حدود دراستي بوزيتيف 3، هو مين؟ الومنيوم، اللي هو الالومنيوم هو بوزيتيف 3. مهم جدا 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 احفظ التشارج بتاعته. طيب الاناين
ده مين؟ ده الفلورين، بس انا لما الايون بتاعه بيبقى اسمه فلورايد نيجاتيف 1 لان هو اف 9 2 7. هو محتاج كده كام الكترون عشان يكمل الاخير؟ محتاج 1 الكترون. طيب السي ال 2 8 7 هنا محتاج 1 الكترون، وهكذا. تمام كده؟ ادي هنا البروميد وادي الايودايد وادي الاوكسيد عشان هو 2 6 محتاج 2 الكترونز عشان يكمل فيبقى نيجاتيف 2. سلفايد 2 8 6 فمحتاج كام؟ محتاج 2 الكترونز عشان يكمل. فمن هنا جت مين؟ التسميه بتاعته. في مشكله كده؟ طيب لاحظت ايه؟ قال لك ان انا في الاناين اخرهم كلهم اي دي اي. تمام كده؟ انا شلت مين؟ حطيت السفكس اللي هو الاي دي اي، والهيدروجين بس هو الوحيد النون ميتال اللي اوله اللي مين؟ اللي بوزيتيف. طيب انا عندي الاتوميك جروب قال لك ان هي بتتكون من مور ذان 1 اتوم. يبقى هي كده الاتوميك جروب بتتكون من كام؟ مور ذان 1 اتوم اور مور اوف مور ذان 1 اليمنت. يعني مثلا ما ينفعش اقول لك ان Na2 ايه ده يا مستر؟ ما هي دي مور ذان اتوم، دي 2 اتومز. لا، بس بشرط ان ال2 اتومز يكونوا ديفرنت، مختلفين عن بعض. تمام كده؟ طيب يبقى انا كده بقول لك ان كل النون ميتال اخرهم ايد، لكن كل الميتالز هسيبها زي ما هي. والاتوميك جروب بتتكون من ايه؟ من مور ذان 1 اتوم اوف مور ذان 1 اليمنت. طيب انا عندي هنا الاتوميك جروبز لازم برضو اكون حافظها. هنا بقول لك الهيدروكسيد، خدها سكرين شوت عشان ايه؟ عشان تبقى الدنيا بالنسبه لك سهله يعني. طيب ادي الهيدروكسيد او اتش نيجاتيف نيتريت، خلي بالك من الايت دي والايت. نيتريت NO3، نيترايت NO2، بايكربونات H2 HCO3، كلورايت. خلي بالك لو كلورايد بالدي، كلورايد Cl، كلورايت في تي هنا يبقى ده مين؟ ClO2. خلي بالك ان الامونيوم هو الوحيد اللي عندي بوزيتيف، وبيجي كتير قوي في الكومبليت وفي التشوز وترو فولس. مهمه قوي الحته دي، مهمه جدا 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 جدا. طبعا انا عندي هنا الكربونات CO3، خلي بالك برضو من السلفيت SO4، سلفايت SO3، فوسفيت هو BO4، ودي الوحيده اللي نيجاتيف 3. هنعرف ايه فايده التشارج؟ اتقل عليا. طيب لحد هنا الدنيا تمام، ما فيهاش اي مشكله. طيب انا عندي الكومباوندز عندي 4 تايبس: اسيد، الكالاي، وعندي مين تاني يا مستر؟ اوكسايد، وعندي السولتس اللي هي الاملاح. طيب قلنا الاسيدز ديسوشيت ان ووتر بتديني بوزيتيف هيدروجين ايون، تمام جدا، زي ال HCl، زي ال HNO3 نيتريك اسيد، وزي ال HCl اللي هو الهيدروكلوريك اسيد. خلي بالك ان الووتر هي H، بس الووتر H2O صح كده؟ بس ال H2O دي عباره عن ايه؟ HOH. يبقى ال H2 عباره عن ايه؟ HOH اللي هي H بوزيتيف مع ال OH نيجاتيف، فعشان كده هي نيوترال، نوت اسيد ونوت الكالاين. هي ولا دي ولا دي. ليه؟ لان ال H البوزيتيف قد ال OH النيجاتيف اللي عندي. تمام كده؟ طيب عشان كده قلت لك ايه؟ هناخدها بس قدام شويه. طيب يبقى انا كده، طب لو انا عاوز اسمي الاسيد، ركز معايا عشان الحته دي، الحته اللي جايه دي بتعور قوي. ماشي يلا تعالى كده نشوف. بسم الله. قال لك حط هنا، هشوف الاسيد الاول دونت كونتين اكسجين، وهنا كونتين اكسجين. طيب حاجه هبص عندي هنا هلاقي ان انا عندي HCl، حلو قوي. في اكسجين؟ لا مفيش، فهتكتب هيدرو، هدلع على الهيدروجين هقول له يا هيدرو. طيب فاكر ده كان اسمه كلورايد، هشيل ايد دي واحط مكانها اك، هيبقى هيدروكلوريك، واحط اسيد. لا ما فهمتهاش، تعالى نشوف واحده كمان. اتش بي ار، هل في اكسجين؟ لا،
فهدلع الاتش هقول لها يا مين؟ يا هيدرو. ده اسمه ايه؟ كان اسمه بروميد. هشيل الايد واحط مكانها اك، يبقى هيدرو بروميك اسيد. طيب اتش اي، قولها انت دي بقى. هدلع الاتش هقول لها يا ايه؟ هيدرو. ده اسمه ايه؟ ايودايد. هقول مين؟ هيدرو ايودايك اسيد. في مشكله كده؟ يبقى انا كده لو مفيش اكسجين بحط هيدرو واشيل ايد اللي في الاناين واحط مكانها ايك. في مشكله كده؟ تمام. طيب لو في اكسجين زي مثلا H2SO4، تمام جدا. طيب هل هحط هيدرو؟ الاكسجين ملهاش في الدرع المسخ ده؟ هتقول لك لا، ده كان اسمه ايه؟ سلفيت. هشيل ايه دي، هقول لك فوريك اسيد. سلفوريك اسيد. طب ليه يا مستر حطيت هنا 2 ما حطيتش اتش اس او 4؟ هقول لك، هو انت مش فاكر من شويه لما احنا قلنا ان الاتش بوزيتيف 1 والاس او 4 كانت كام؟ كانت نيجاتيف 2. طب انا هنا معايا نيجاتيف 2، لازم يكون بزيرو، فعشان كده لازم تكون دي بوزيتيف 2. طب هل ينفع ازود دي 2؟ لا، فهخليها هنا مين؟ 2. طيب هاجي بعد كده اقول لك ان انا عندي مثلا الاتش ان او 3. حلو قوي. قال لك هل هقول يا هيدرو؟ الاكسجين ما بيحبش الدلع. ده كان اسمها ايه؟ نايتريت. قلنا بشيل مين؟ الايت واحط مكانها ايه؟ نيتريك اسيد. طيب تعال نقول اتش بقى ان او 2. ده ايه؟ ده كان اسمه ايه؟ ده كان اسمه نيتريت، ده كان اسمه نايترايت. حلو. فهسميها ايه؟ هشيل ايت اللي هنا، هقول نيتروس. هشيل ايت دي واحط مكانها او يو اس، نيتروس اسيد. حلو قوي 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 قوي. طب انا ليه هنا ما حطيتش 2؟ لان دي كده كده كانت بنيجاتيف 1، فدي هتبقى بوزيتيف 1 عادي. هنا نيجاتيف 1، هنا تبقى بوزيتيف 1 عادي جدا. طيب جيت بعد كده قلت لك مين؟ H2SO3. تعالى، هل الاو بتحب الدلع؟ مش هقول له يا هيدرو. دي كان اسمها ايه؟ ده كان اسمها ايه؟ سلفايد. هشيل الايد تبقى سلفورس اسيد. في مشكله كده؟ طيب يبقى لو ماخرها 8 هخليها اخرها ايد هخليها مين؟ او يو اس. ده بالنسبه للتسميه بتاعه الاسيدز. خد لها سكرين شوت. تمام. طيب دي كده كل مين؟ التسميه بتاعتنا. طيب تمام، ادي كل الكلام اللي احنا قلناه. طيب قال لك ان التوتال تشارج دايما بتبقى زيرو. لو انت لاحظت ان انا كنت دايما لو دي كانت نيجاتيف 2 كنت بخلي الهيدروجين بيبقى ب 2. طيب قال لك ليه؟ قال لك because number of hydrogen atom in the molecule of the acid equal مين؟ magnitude of a charge of anion. ده اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي بالظبط. تمام. ودي التسميه اللي احنا لسه مسميينها دلوقتي، وقلنا ان انا هسميه ايه؟ HCl. طيب لو انا جيت قلت لك هنا كده سؤال موجود ومنتشر كتير جدا، يقول لي انا عندي ال HCl عاوزه مره اسيد ومره جاز، ونفس الفكره HBr عاوزه مره اسيد ومره تانيه جاز. هتعمل ايه؟ قال لك لو اسيد احنا لسه قايلين ده فيه او، لا ما فيهوش او، يبقى اكتب هيدرو. دلعت هيدروجين قول له يا هيدرو. طب السي ال قلنا كلورايد، فبقى ايه؟ كلوريك، هيدروكلوريك اسيد. طب لو جاز ده مين؟ هيدروجين. هل الاسيد؟ لا، الجاز ما بيدلعش، هيبقى هيدروجين.
والسي ال اسمه ايه؟ كلورايد، يبقى هيدروجين كلورايد جاز. طب الاتش بي ار نفس الفكره، ده اسيد صح؟ هكتب هيدرو، وده مين؟ بروميك اسيد. طيب لو جاز هسميه مين؟ هيدروجين بروميد. تمام كده؟ في اي مشكله؟ ده مين؟ ده الجزء بتاعنا اللي هو مطلوب مننا هنا، ده طبعا احنا لسه كاتبينه وقايلين الفرق ما بينهم. طيب انا عندي هنا تو اسيدز مهمين جدا. قال لك ان اول حاجه الاتش سي ال، وده موجود في الاستومك في المعده. قال لك ده بيعمل ايه؟ قال لك ان هو مسؤول عن الدايجيشن اوف فود. احيانا دلوقتي لو انت عندك في المدرسه حصه بي اي، حصه العاب يعني، حسب انت في مدرسه ايه. المهم يعني روحت البيت بعدها بالليل بقى، بعد خلصت لعب الحصتين وكنت عيل متالق يعني، وجبت لك كام جون ولا حاجه. رحت بعد كده لفيت على الدروس بقى وشفت حصصك وروحت. جيت طول الليل انت رجلك بتموت، شد عضلي، بص انت عارف بقى اللي مش هقول لك الاحساس ده. طيب قال لك ده ليه بقى؟ قال لك ان انا عندي اللاكتيك اسيد اتراكم، فبيسبب لاك اوف اوكسجين، كميه الاكسجين اللي في المصل بتقل، فده بيخلي مين؟ ماسل كرامس اللي هو الشد العضلي. يبقى الشد العضلي ده بيجي بسبب مين؟ بيجي بسبب اللاكتيك اسيد. في مشكله كده بيحصل له اكيوميشن، اللي هو بيحصل له مين؟ تراكم، فده بيسبب مين؟ ان كميه الاكسجين عندي تبقى قليله، فده اللي بيسبب مين؟ الشد العضلي. عشان كده علاج الشد العضلي لو شفتوا له فيديوز على التيك توك مثلا او على اليوتيوب، تلاقي ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل كده في العضله، يعني بيعمل كده، يفضل يدعك كده في العضله بحيث ان هي مين؟ يبدا ان هو يدخل لها اكسجين ويبدا يبعد اللاكتيك اسيد عن بعضه. طيب نيم اوف الكالاي ده دلع الدلع. ايه بقى يا مستر النيم اوف الكالاي ده؟ تعالى يا حبيب قلبي، بص بقى يا معلم. قلت لك ان الالكالاي دايما اخره او اتش، فانا عندي ان اي او اتش مثلا، عندي كي او اتش، سي يو او اتش باي 2، عندي ان اتش 4 او اتش، وهكذا. طيب ده مين؟ ال ان اي او اتش هتكتب مين؟ صوديوم كلورايد، سوري، ده صوديوم صح؟ الاو اتش هيدروكسيد، الكي او اتش ده مين؟ بوتاسيوم، الاو اتش هيدروكسيد، السي يو كبر، كمل انت، هيدروكسيد. ثواني كده، ايه ده؟ هيدروكسيد. طيب ده مين؟ لان اتش 4 امونيوم، والاو اتش هيدروكسيد، وهكذا. انا بحط الكاتاين زي ما هو وبحط ايه؟ هيدروكسيد. ده مين؟ التسميه بتاعت الالكالاين. طبعا بحط براكت لو انا عندي هنا مثلا زي ما قلت لك ان السي يو ده داي فيلنت، اللي هو عنده مثلا اللي هو بوزيتيف 2، فهنا الاو اتش نيجاتيف 1، فايه؟ هبدل هنا. طيب انا عندي اكسرسايز هنا، عاوز الهيدرو بروميك اسيد. طيب الهيدرو اتش بوزيتيف، طيب البي ار، ادي بي ار هي نيجاتيف كام؟ 1، فيبقى اتش بي ار زي ما هي. طيب عندي نيتريك طالما اخره اي سي، اي سي اهي، هيبقى ده كان اصله مين؟ ان او 3. طيب اسيد اتش، طبعا ده 1 وده نيجاتيف 1. كربونيك اسيد، ادي الكربونيك سي او 3 دي نيجاتيف 2، والاتش بوزيتيف 1. هل كده هيبقوا بزيرو؟ لا، محتاج احط هنا 2، فيبقى اتش 2 سي او 3. صوديوم هيدروكسيد، الصوديوم ان ايه، هيدروكسيد او اتش، حلو قوي.
ماشي. هيدرو سلفوريك اسيد. طيب طالما سلفوريك هنا كان يبقى ده كان مين؟ اس، ودي الاتش، يبقى هيبقى اتش دي بوزيتيف 1 والاس بنيجاتيف 2، فمحتاج احط هنا كام؟ 2. ليثيوم هيدروكسيد، الليثيوم ال اي وده بوزيتيف 1 والاو اتش هي او اتش نيجاتيف 1، هل احط حاجه؟ لا مش هحط حاجه. طيب في مشكله كده؟ تمام. عايز هنا التسميه، عايز هنا العكس، اتش ان او 2. طب هنا ال ان او 2 دي كان اسمها مين؟ نيترايت، فيبقى مين؟ نيتروس اسيد. ده سواء ده هنا قال لك اسيد او الكلاي، فده مين؟ هل هنا في او؟ لا، فهدلع الاتش هيدرو، وادي مين؟ السي ال كلورايد، هيدرو كلوريك اسيد. طيب ادي ال H2SO4، SO4 ده مين؟ ايوه ماشي، سلفيت، هيبقى سلفوريك اسيد. تمام كده. ده مين؟ امونيوم هيدروكسيد لسه حالينه، ده مغنيسيوم هيدروكسيد، وده مين؟ هيدروجين ايودايد. ده كلام جميل جدا جدا جدا. ده مين؟ ده ارهينيوس، هو اللي قال لي قسم لي ان الاسيدز والالكالاي، وقال لي ان الاسيد هي اللي بتديني اتش بوزيتيف وان الالكالاي هي اللي بتديني مين؟ او اتش نيجاتيف. وعلى فكره ارهينيوس ده مهم جدا جدا جدا. طيب تعالى بعد كده نتكلم عن البروبرتيز اوف اسيدز والكالايز. ان الاسيد هو سبستانس ديسولف ان ووتر وبتديني اتش بوزيتيف، وان الالكالاي بتديني او اتش نيجاتيف. طيب الاسيدز زي الليمون والكاتشب والجريبس اللي هو العنب. خلي بالك في برضه الفينيجر اللي هو الخل اللي هو الاسيتيك اسيد، خليها في سرك دي يعني. طيب هنا عندي الالكالاي زي مين؟ زي الديترجنتس اللي هي المنظفات، والتوث بيست اللي هو معجون السنان، والبيكنج صودا دي اللي هي الايه؟ البيكنج باودر يعني. طيب انا عندي هنا ان ال HCl ده مين؟ قال لك بك HCl يا راجل يا طيب، HCl يبقى طبيعي ان ده بوزيتيف وده نيجاتيف، يبقى هنا H كاتاين وادي هنا Cl اناين. في مشكله كده؟ تمام. طيب ادي هنا الصوديوم Na بوزيتيف اللي هو ال NaOH، ده مين؟ ده الكاتاين صوديوم، وده الاناين اللي هو مين؟ هيدروكسيد. في مشكله كده؟ طيب انا عندي هنا ان الاسيد بيخلي الليتمس ريد، يبقى لو انا عندي بلو ريتمس بيبر وحطيتها في الاسيد هتبقى ريد. طب لو انا عندي ريد هتبقى ايه؟ بلو حمار، تبقى ريد برضو، ريمين كونستانت، هتفضل زي ما هي. طيب نفس الفكره هنا، بتحول لي الليتمس بيبر، يبقى ليتمس سواء بيبر او ستريب بتحولها لمين؟ لبلو. ولو لاحظت هنا ان انا خليت دي بالريد وخليت هنا اللون بالبلو، طبعا لو انا جبت ليتمس بيبر بلو وحطيتها في الالكولاي هتفضل بلو زي ما هي. في مشكله كده؟ طيب ده الجزء بتاعنا، الحته اللي هنا. طيب لو انا كده هعمل كلاسيفيكيشن للاسيدز، فانا قلت ان انا عندي سترونج اسيد وويك اسيد. السترونج اسيد جود كوندكتور اوف الكتريستي. بعد يوم طويل عريض قوي كده، اللي هو بالمناسبه اصلا بنصور في وقت السحور دلوقتي. طيب كل يهون لاجل ولادي. السترونج اسيد هي جود كوندكتور اوف الكتريستي، يبقى السترونج اسيد جود كوندكتور اوف الكتريستي. زي مين؟ زي الهيدروكلوريك اسيد اللي هو ال HCl، زي النيتريك اسيد HNO3، زي السلفوريك اسيد اللي هو H2SO4. لكن الويك زي الاسيتيك اللي لسه قايل لك اللي هو الفينيجر الخل، ونيتروس اسيد وسلفورس اسيد. نيتروس اسيد طبعا مش محتاج اقول لك اللي هو HNO2، والسلفورس اسيد اللي هو H2SO3. تمام كده؟ طيب خلي بالك الحته دي مهمه جدا 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 لامتحان البراكتيكال بتاع اخر السنه اللي هو من 6 درجات. خلي بالك مهمين جدا لا يقل اهميه عن امتحان الشهر، اللي بالمناسبه امتحان الشهر عليه 30 يعني بوينت. نفصل كده شويه عشان انا هكلمك بس شويه كده. امتحانات الشهر دي لا تقل اهميه عن امتحان نص السنه. امتحان الشهر عليه 15 درجه، انا عندي شهرين
ب 30 درجه، ورقه اخر السنه ب 24 درجه بس. فدي بوينت تخلي بالك منها كويس جدا 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 جدا. درجه امتحانين الشهر اكتر من امتحان اخر السنه. وخلي بالك عشان مهمه يعني بوينت فارقه. في ناس ما بتهتمش بامتحانات الشهور وبتعتمد على امتحان نص السنه واخر السنه، واللي اعتمد على كده الترم اللي فات اتسوح. ورقه نص السنه او اخر السنه ب 24 درجه، امتحانات الشهرين على بعض ب 30. خلي بالك، انا هل بلغت؟ اللهم فشل. طيب انا عندي السترونج الكلاي زي ال NaOH والويك الكلاي اللي هو مين؟ اتش، اللي هو NH4OH. طيب لو انا عندي رياكشن اوف اسيد والكلاي، طبعا ما ينفعش اسيد تتفاعل مع بعضها ولا الكلاي تتفاعل مع بعضها، عشان ايه؟ نقطع الموضوع ده من بابه. طيب لو انا عندي نخلي بالنا الحته اللي انا هقولها دي هي ما جاتش في كتاب المدرسه، ولا صراحه شفتها في كتاب المعاصر، بس انا شفت حد تقريبا كتاب بوني على ما اتذكر، مش فاكر مين الكتاب بصراحه، اللي سال قال لك رياكشن اوف اسيد ويز الكلاي اسمها مين؟ نيوتراليزيشن. الحته دي انا ما شفتهاش في كتاب المدرسه ولا في كتاب المعاصر، بس انا شفتها على ما اعتقد في كتاب بوني، او حد كان منزل السؤال ده في اي جروب تقريبا، مش متذكر قوي. بس السؤال ده يعني اتسالت فيه قبل كده، اللي هو رياكشن اوف اسيد ويز الكلاي اسمه مين؟ نيوتراليزيشن. يبقى الاسيد مع الالكلاي بيديني ووتر وسولت. تمام كده؟ طيب زي الاتش سي ال والان اي او اتش، ادي الاتش بوزيتيف والسي ال نيجاتيف، ان اي بوزيتيف اهو، هيبدلوا الان اي هتاخد السي ال، حلو كده اهو، ان اي سي ال، والاتش هتاخد الاو اتش فهتديني اتش 2 او. تمام كده؟ طيب ارجع اهو. تمام. طيب فانا بقول لك ان الاسيدز دونت رياكت وذ اتش اذر، والالكالاي دونت رياكت وذ اتش اذر. طيب عندي دلوقتي انت يا معلم خلصت امتحان الشهر بتاع العربي. بس احنا في رمضان. خلصت امتحان، رحت ضارب واحد كشري وقلت له ايه بقى، زود لي صلصه بقى، وحطيت دقه قد كده. روحت معدتك بتموت مش قادر، حموضه. هتجيب ايه بقى؟ في اعلان كده بيجي بتاع، شفته على اون سبورت تقريبا، او مش فاكر على قناه ايه عامه، اللي هو بتاع جافسكون ادفانس ده. او في برضو من كام يوم كده رحت صيدليه، مش فاكر جبت برشام برد تقريبا او حاجه، فاداني كده بتاعه صغيره كده اسمها مالوكس، طعمها بشع بصراحه. المهم ده عباره عن ايه؟ قال لك ده بيعالج الحموضه، ده ميلك اوف ماجنيسيا اللي هو MgOH. ليه بقى؟ ادي MgOH. طيب انا عندي اسيديتي يعني حموضه، يبقى انا عندي اتش اصلا بوزيتيف. طب عشان اخلص منها هحط لها مين؟ اي الكلاين. الحقني بسرعه بموت. فتحول الاسيد اللي انا عندي ده يعمل رياكشن مع الالكلاي فيديني سولت ووتر، وتبقى الدنيا بالنسبه لي ايه؟ تمام جدا ومفيش اي مشكله. طيب في مشكله في الجزئيه دي، يبقى ده ميلك اوف ماجنيسيا، بستخدمه ان انا بعالج مين؟ الجاستريك اسيديتي. طيب بعد كده بقول ان انا عندي حاجه اسمها الاوكسايدز، والاوكسايدز هقسمها لنوعين، ميتال اوكسايدز ونون ميتال اوكسايد. ميتال اوكسايد من اسمها ميتال بلس اكسجين، زي مثلا ال Na مع الاو. هي ال Na بوزيتيف 1 والاو نيجاتيف 2، فهتبقى Na2O MgO، لان الام جي بوزيتيف 2 دي بوزيتيف ودي نيجاتيف 2. تمام كده؟ طيب لما انا هعمل لهم ديسولف ان ووتر، هدوبهم في الميه، هيديني الكالاي. طيب الناحيه الثانيه نون ميتال اوكسايد زي ال SO3 مثلا او ال SO4، نون ميتال مع مين؟ مع الاكسجين. طيب دول لما هدوبهم في الميه هيديني مين؟ اسيد. والاسيد اللي هيخليه مين؟ الليتمس بيبر هتبقى ريد. طيب في مشكله كده، يبقى الميتال اوكسايد بتديني الكالاي والنون ميتال بتديني مين؟ اسيدك. خلي بالك انا كاتب هنا الالكالاي بالبلو وهنا كاتب الاسيد بالريد، خلي بالك من المعلومات دي مهمه جدا. الديفينيشنز دي مهمه. البيزك اوكسايد هي ميتال اوكسايد ديسولف ان ووتر بتكون لي الكالاي، لكن الاسيدك اوكسايد دي نون ميتال حصل لها ديسولف ان ووتر وادتني مين؟ اسيد. طيب
هنا بيقول لك what happens if magnesium burn in presence of oxygen. لو المغنيسيوم حصل له بيرن، حرقناه في وجود الاكسجين، اكيد هيكون لي مغنيسيوم اوكسيد. فلو انا دوبته في الميه ايه اللي هيحصل؟ هيجي لي MgOH/2، والMgOH/2 ده هيحول الليتمس ستريب لبلو. والسلفر برضو ده مين؟ ده نون ميتال اوكسيد، فلما هيدوبه في الميه هيديني مين؟ اسيدك سوليوشن، وده اللي هيخلي الليتمس بيبقى لونها ريد. عندي الاسيد رين، ودي مش محتاجه اتكلم عنها قوي لان انت دي خدتها قبل كده في جريد 4 و5 و6. المهم فكره ان الاسيد رين، انا عندي نون ميتال اوكسيد، عندي نون ميتال اوكسيد و شمس الشموسه مصنع اي حد محتاج كورس رسم يبلغني على طول. تمام كده. طيب انا عندي الوود ادي هنا، دي خلي بالك ان ده مصنع، فمثلا فرضا ان هو بيحرق كربون، تمام كده، فكده هيطلع مين؟ كربون دايوكسيد جاز، هيطلع لفوق. طب انا عندي هنا الشمس هتعمل ايه للميه دي؟ قال لك هتعمل لها ايفابوريشن، هتبخر الميه، فدي الميه هتطلع، بعد كده يحصل لها كوندنسيشن، تبدا تكون لي مين؟ كلاودز، سحابه. طيب السحابه دي فيها ايه؟ ووتر دروبلتس H2O. فتخيل انا بفاعل ادي نون ميتال اوكسايد مع مين؟ مع الووتر، اكيد هيكون لي اسيدك سوليوشن، فدي هنا الدنيا تمطر اسيد. طيب قال لك ان ده اول حاجه يسبب كروجن للبيلدنج، بيدمر المباني، زي التمثال اللي موجود عندي ده نزل عليه الاسيدك كريم بهدلته. طيب يبقى هنا هيسبب كروجن اوف بيلدنج. تاني حاجه هيسبب مشكله للهيومن، هيسبب له مشكله في الريسبيراتوري سيستم، في التنفس عنده. قال لك انا عندي اكواتيك ايكو سيستم، نظام بيئي بحري زي البحر مثلا او الريفر، نهر، في اسماك عايشه جوه، تمام، فدي يحصل لها ايه؟ هارمنج، هتتاذي وهتتضرر. ديستراكشن اوف فورست، تدمير الغابات، تخيل غابه بتنزل عليها اسيد، اكيد هتدوبها وهتبوظ الدنيا، في مشكله كده.